صباح الورد، صباح الفل على عيونكم يا اجمل متابعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملنا القرص الطريه الفلاحي بطريقه سهله وبسيطه جدا. شويه دقيق وشويه لبن هتعملي احلى شويه قرص في البيت. حلوه قوي لسندوتشات المدرسه، وحلوه قوي للفطار، وحلوه قوي للعشاء. حلوه قوي حتى لو هتعملي جنبها كوبايه شاي بلبن او شاي. جميله بجد، لازم تجربوها بالطريقه دي، هتعجبكم جدا ان شاء الله. هي لها كذا اسم، لها يعني لها اسامي كتير، في كل مكان لها اسم معين. يا ريت تقولوا لي عندكم اسمها ايه. احنا بنقول عليها قرص طريه، وفي ناس بتقول عليها عيش شامي. تمام. هنجيب كده معايا كيلو ونص من الدقيق، نزلت عليه بمعلقه صغيره مليانه من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. معايا هنا باكو واحد من الخميره، ضفت عليه معلقتين كبار من السكر وخمرتهم كده على جنب. نزلت بيهم على الدقيق بتاعي كده زي ما انتم شايفين. هننزل كمان معايا اللبن بتاعي، سواء لبن رايب سواء لبن حليب. المهم ان اللبن ما يكونش ساقع، يعني ما يكونش طالع من التلاجة تعجني بيه. تمام اهو. ببتدي اشغل العجان بتاعي وانزل بحبه حبه، حتى لو هتعجني على ايديكي انزلي باللبن حبه حبه كده زي ما انتم شايفين. يبقى كل اللي احنا احتاجناه، احتاجت كيلو ونص من الدقيق، معلقه مليانه من الملح، معلقه مليانه من البيكنج باودر، حطيت باك واحد من الخميره، معلقتين كبار من السكر، ومعايا اللبن بنزل بيه واحده واحده كده زي ما انتم شايفين، سواء حليب او قاطع او رايب حسب المتوفر عندك. وطبعا ابتديت ان انا ازود بقى بالتدريج واحده واحده. لو اللبن بتاعك ما كفاش عادي زودي ميه، لكن ما ينفعش من الاول ان انت تعمليها بميه بس. تمام. معايا للكيلو ونص كوباية وربع من السمنة، أو السمنة على الزيت، أو المادة الدهنية المتوفرة عندك. ممكن زيت بس. تمام. كوباية وربع للكيلو ونص، كوباية وربع للكيلو ونص. تمام زي ما انتوا شايفين. وبعجن زي ما انا اهو. شايفين المكونات بسيطة دي، وسمنة أو زيت على سمنة ولبن وملح وبيكنج باودر وخميرة وسكر. المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة، تقدري تعملي الكمية اللي انت حباها أو حسب المتوفر عندك. تمام. كل حاجة هقولها لكم، مش هبخل عليكم في حاجة، حتى التسوية. ومع بعض واحدة واحدة بنعجنها كويس كويس لحد ما تتلم معانا العجينة، وهي بتبقى طرية بس ما بتلزقش. يعني العجينة بتاعتنا بتبقى طرية بس ما بتلزقش. تمام اهو. شايفين هنا كنت بختبرها، بشوف العجينة بتاعتي محتاجة دقيق ولا حاجة. اهو لا، مش محتاجة اي حاجة، بس عايزة تتعجن شوية. لسه عايزة تتعجن شوية. تمام. فهعجنها كده حوالي 3-4 دقايق لحد العجينة بتاعتي ما تكون جاهزة. شايفين بقى قوام العجينة عامل ازاي؟ طري بس مش ملزق. تمام، عشان تطلع معاكي طرية كده وحلو اهو. شايفين قوامها عامل ازاي؟ بصوا، مش ملزقة ولا حاجة، في نفس الوقت طرية. تمام. هغطيها واسيبها تخمر، هسيبها تخمر حوالي نص ساعة. تمام، مش اكتر من كده، نص ساعة. وبعدين ببتدي ان انا اكورها واشتغل فيها. حلو الكلام. بغطيها الاول بكيس بلاستيك او بلاستيك راب وفوطة مطبخ نظيفة. تمام. في ناس بقى بتقول عليها قرص باللبن، في ناس بتسميها القرص الفلاحي، في ناس بتقول عليها عيش شامي، في ناس بتقول تقريبا عليها كوماك او بكاكين. فطبعا كل بلد او كل محافظة ولها اسم. اكتبوا لي عندكم اسمها ايه في المكان اللي انتوا ساكنين فيه. تمام. او في المحافظة بتاعتكم اسمها ايه. ببتدي بعد ما خمرت ببتدي ان انا اقرصها كده زي ما انتم شايفين، اكورها لكور متوسطة، مش عايزينها كبيرة ومش عايزينها صغيرة قوي. تمام اهو. املي البيت خير واعملي كل حاجة في البيت، مش هتكلفك حاجة زي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت بتبقى حلوة وجميلة. مش كل حاجة هنشتريها من بره، تقدري تعملي المستحيل في البيت. ما شاء الله الكمية بتاعتنا حلوة جدا كده زي ما انتم شايفين. بغطيها وببتدي اشتغل على طول. كل الخطوات دي اساسية. معايا الصينية زي ما انتم شايفين، هفرد عليها العرض بتاعي، العرض دي او فوطة بيضة. تمام اهو. واديها رشة من الدقيق.
بنرش عليه حبة من الدقيق، وبعدين بنركن بقى الصينية دي بتاعتنا على جنب، عشان اي قرصة احنا بنبططها بنرصها واحدة جنب واحدة. تمام. ببتدي ابطط القرص كده زي ما انتوا شايفين، بفردها بايديا وبديها خبطتين بالنشابة ان انا اخليها سوا بعضها. تقدري تعمليها في المكنة مفيش اي مشكلة، لو عندك مكنة. انا عندي المكنة بس مرضتش اعمل فيها عشان ما تقولوش انه لازم المكنة، لا زي ما انتوا شايفين اهو ببططها على ايديا مفيش اي مشكلة. بخليها بسمك نص سنتي اهو، شايفين بسمك نص سنتي. بفرد كل الكمية بتاعتي، بملى اول رصة في الصينية واحدة جنب واحدة، واحدة جنب واحدة. ما شاء الله تبارك الله، سهلة قوي، ما بتاخدش منك وقت ولا مجهود، مش محتاجة افتكاسة، يعني سريعة. والعجينة ما شاء الله ملبن ملبن بمعنى الكلمة. تمام. بنفرد كده اهو بايدينا، وبعدين بنديها خبطتين بالنشابة، وبنشيل نرص في الصينية بتاعتنا. الصينية بتاعتنا بعد ما خلصنا اول رصة، شايفين ما شاء الله تبارك الله، واحدة جنب واحدة. بنغطي بفوطة تانية، او لو القماشة اللي انت عاملة بيها ليها باقي اتنيها كده وغطي زي ما انا بعمل كده. اهم حاجة يكون اللي تحت مش متني ولا في اي حاجة. تمام. بدي كمان تعفيرة من الدقيق، لازم على اللي انا هحط عليه لازم يكون عليه تعفيرة من الدقيق عشان العجين ما يمسكش فيه. تمام. وبرده ما احطش دقيق كتير، وبقدر احط على الصينيه، بكمل وبحط على الصينيه ل3 طبقات زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما خلصت ال3 طبقات بغطي الصينيه بتاعتي كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين، وبشيلها بغطي كمان بواحده تانية، وبشيلها على جنب لمده من نص ساعه لساعه الا ربع على حسب جو عندك عشان ترفع. وبعد ما بترفع تمام، بجيب الصواني بتاعتي وابتدي ان انا احط فيها كده زي ما انتم شايفين القرص. بعد ما بترفع يعني بعد ساعة الا ربع او نص ساعة او ساعة حسب الجو عندك. لو الدنيا حر نص ساعة كفاية عليها قوي، لو الجو برد مش قوي زي اليومين دول كده يبقى ساعة الا ربع كفاية عليها. وبدخلها الفرن، الفرن مولع من فوق وتحت مع بعض. لو الفرن بتاعك مش شغال فوق وتحت ولعي من تحت، وبعد 3 ثواني 3 دقايق طفي وشغلي من فوق. تمام. شايفين ما شاء الله تبارك الله قبة وحلوة جدا. باخد بالي وبفضل الف يمين وشمال عشان الشواية شغالة ما تتحرقش مني. تمام. دي التسوية بتاعتها، الفرن شغال فوق وتحت، درجة حرارة عالية جدا ما شاء الله. اما بقى لو عندك فرن اهو، بصوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله تبارك الله، حلوة قوي. بصوا شكلها، التسوية حلوة قوي. لو عندك فرن بقى بلدي، فرن غاز، جربي تخبزيهم فيها على الصينيه، حطها تسخن وبعدين حطي رص عليها، احلى خبيز في الفرن الغاز. بس احنا عشان في المدينه مش عندنا فرن غاز، فمش هنوقف الدنيا وهنعمل في البيت باقل الامكانيات. وزي ما انتم شايفين طالعه حلوه زي الفل. مش هنحرم ولادنا من حاجه، وهناكلهم كل حاجه واحسن حاجه ان شاء الله. اعمليها. عملت معايا كميه حلوه قوي زي ما انتم شايفين. طبعا انا جايبه كروانه او طبق كبير، فرشه فيه فطين نضاف زي ما انتوا شايفين، وبطلع في قلبهم القرص وبغطيه اول باول. كل اللي يطلع افضي واغطي افضي واغطي. تمام. عشان ما تنشفش مني. تمام. بصوا شكلها من جوه، بصوا قلبها عامل ازاي، بصوا التسويه ما شاء الله تبارك الله. الف هنا وشفا لكل من يجربها. جربوها على طريقتها تعجبكم جدا. تقدر تعمليها للولاد سندوتشات وهم رايحين المدرسه، زي ما قلت لك تفطري بيها، تعمليها سندوتشات جنب شاي بلبن ساده كده زي ما انت حابه اعمليها. طعمها حلو، بسيطه، مش مكتومه ولا حاجه، مشبعه جدا. جربوها على طريقتها تعجبكم جدا ان شاء الله. تقدري تحتفظي بيها في الفريزر، تعبيها في اكياس وتشيلها في الفريزر. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك